بعد ما شفنا الجزء الاول وخلاص باز فهم ان هو لعبة ومش رائد فضاء بجد، بنلاقي ان هو اندمج مع بقية الالعاب وبقى واحد من المجموعة. وودي بقى هو اللي ما كانش على بعضه علشان مش لاقي الطاقية بتاعته، وخصوصا ان اندي كان رايح للمعسكر كمان شوية. بيلاقي الطاقية بتاعته في الاخر، وبنشوف الكلب واللي جه لاندي هدية في اخر الجزء الاول، وبيطلع ان هو كلب اليف وبيحبهم. اندي كان بيلعب بيهم قبل ما يروح المعسكر، ولما مامته بتدخل عليه تناديله بيتقطع منه وودي غصب عنه. مامته بتقول له مش مشكلة، هنبقى نصلح ايده دي بعدين. بيركنوا وودي على الرف، واللي كان زي منفى للعب اللي خلاص اندي ما بيلعبش بيها، وكانت شوية وبتترمي في الزبالة. بيرجع أندي من المعسكر وبينزل وودي وبيلعب معاه، بس لما بيلاقي إن دراعه اتقطع خالص بيرميه في الزبالة. بيطلع إن وودي بيحلم وإن كل ده كان كابوس، وأندي لسه مرجعش من المعسكر. بيتعرف على البطريق اللعبة اللي كان على الرف واللي كانوا نسيوه بسبب إن هو اتركن هناك كتير. بيلاقوا إن مامة أندي هتبيع كل الحاجات اللي ملهاش لازمة عندهم، بتاخد البطريق وبتعرضه للبيع قدام البيت. وودي بالتعاون مع الكلب بينزل علشان ينقذه ويرجعه قبل ما يتباع. هما قدروا ان هما يرجعوا البطريق، بس في واحد جه وشاف وودي وعرض على مامة اندي فلوس كتير علشان يشتريه. هي بترفض طلبه وكانت مستغربة وبتقول هو انا نزلت وودي هنا امتى اصلا؟ بس الراجل دون بيطلع ان هو شرير، بيستنى لما ما تكونش واخدة بالها وبيسرق وودي وبيمشي. في الوقت اللي بقية الالعاب كانت شايفة كل اللي بيحصل، وبينزل باز وبيحاول ان هو يرجعه، وبيتشعبط في عربية الراجل بس ما بيعرفش ان هو ينقذه. لما بيرجع للألعاب بيعرف ان اللي خطفه ده هو اللي بيعمل دور الفرخة في اعلان محل اللعب اللي بيشوفوه على التلفزيون، وبيفهموا ان هو اكيد هيروح على المحل اللعب ده. وفعلا بياخد وودي للمكان بتاعه، وبيلاقي هناك حصان ولعبة بنت اسمها جيسي ولعبة عجوز وكان لسه في الكرتونة بتاعته. بنعرف ان الراجل اللي سرقه دون بيجمع الالعاب القيمة، وبيطلع ان كمان وودي ده لعبة مشهورة جدا، وزمان كانوا عاملين له مسلسل ومعاه الشخصيات اللي جنبه دول. بس بيعرف ان المسلسل اتوقف انتاجه بعد كده. واللعبة العجوز بيقول له ان الراجل هيودينا المتحف كبير في اليابان وهنتعرض للعالم كله. وودي بيقول لهم لا طبعا، انا ليا صاحب واسمه اندي ولازم ان انا ارجع له. كلهم بيزعلوا جدا لان هو اللي بيكمل المجموعة بتاعتهم، ومن غيره هيفضلوا محطوطين في المخزن ومش هيشوفوا النور ابدا. بيدخل عليهم الراجل وبيجمعهم وبيصورهم علشان يبعت الصورة للمتحف، بس بالغلط بيكمل على ايد وودي وبتتخلع خالص. باص بقى وبقية اللعب كانوا بيخططوا علشان يقدروا ان هم ينقذوا صديقهم وودي. فعلا بيقدروا ان هم يحددوا مكانه. تبدأ مهمة إنقاذ وودي الكاوبوي. الراجل بقى بيروح يجيب خبير في اللعب علشان يصين وودي ويرجعه لحالته الأصلية. الخبير ده كان محفلط قوي وبيتعامل معاه بكل حنية، بيقعد يلمعه وبيظبطه وكمان بيخيط ايده اللي كانت اتخلعت. بيدهن الجزمة بتاعته وبيمسح اسم أندي اللي كان مكتوب عليها. في الوقت اللي بتكون مجموعة الألعاب وصلوا للمحل اللي هما في المخزن بتاعه، باص جوه المحل بيلاقي نسخ كتير جدا شبهه. نسخة منهم بتخرج من علبتها وبتهاجم باز وبتحطه مكانها في العلبة على الرف، وبيروح هو مع بقية المجموعة على انه صاحبهم. وودي كان فرحان جدا ان هو رجع جديد زي الاول، بس بيقول لهم ان هو برضه لازم يرجع لاصحابه واللي اكيد مستنيينه. بس وهو ماشي شكلهم بيصعبوا عليه لانهم هيفضلوا كده محبوسين في المخزن من غيره. بيروح يتكلم مع جيسي اللي كانت قاعدة حزينة وهي بتحكي له حكايتها. بتقول له ان هي كانت عندها صاحبة بتحبها جدا وطول الوقت بتلعب بيها، لحد ما البنت دي بدأت ان هي تكبر واهتماماتها اتغيرت وما عادتش بتلعب باللعب بتاعتها. اما جيسي بقى فضلت مركونة ومرمية تحت السرير لحد ما في الاخر اتبرعت بيها واخيرا وصلت للمخزن اللي هم فيه ده. ودي بيفكر وبيقول ان اندي هو كمان في يوم من الايام هيكبر واكيد هيرمي اللعب بتاعته، فبيقرر ساعتها ان هو هيفضل معاهم وما يمشيش. جيسي فرحت جدا بالقرار ده وفضلوا يرقصوا سوا، وواضح ان هو ما قعدش علشان اندي هيرميه وبس. في الوقت اللي المجموعه ومعاهم باز المزيف كانوا قربوا يوصلوا له، وباز الحقيقي فضل يفرك لحد ما نجح فعلا ان هو يطلع من الكرتونه. بس ساعتها بالغلط وقع كرتونه تانية فيها زورج، وزورج ده بقى يبقى الشرير اللي معمول علشان يبقى المنافس بتاع باز يطير. بتوصل المجموعه من فتحه التهويه للمخزن اللي كان فيه وودي. بيكونوا مفكرين ان اللاعب اللي معاه دول مقعدينه معاهم بالعافيه، بس هو بيقول لهم ان دي المجموعه بتاعته وان هو قاعد معاهم بمزاجه، لا وان هو كمان ناوي يفضل معاهم ويروح المتحف اللي في اليابان. باز الحقيقي بيكون وصل لهم وبيحاول ان هو يقنع وودي ان هو يروح معاهم لاندي. بيفكروا بكلامه وبيقول له ان اللعب دي معموله للاطفال علشان يلعبوا بيها،
مش ان هي تتحط في صندوق ويتفرجوا عليها. بس برضه وودي ما كانش راضي ان هو يرجع معاهم، وهم لما ما لقوش فايده رجعوا تاني من فتحه التهويه. وودي بيقعد مع نفسه بعدها وبيتفرج عليه في التلفزيون، وطفل كان بيلعب بيه بيحس ساعتها ان هو اخد القرار الغلط وان هو عايز يرجع لصاحبه اندي. بيروح ينادي على اصحابه بسرعه اللي كانوا خرجوا من الفتحه، بس الاول بيتكلم مع جيسي وبيقنعها هي والحصان ان هم يروحوا معاه وينضموا للمجموعه بتاعه لعب اندي. بس العجوز ده كان عنده راي تاني، بيطلع من الكرتونه بتاعته وبيقفل فتحه التهويه وبيقول لهم محدش هيخرج من هنا في الوقت اللي بيدخل فيه الراجل بتاع المحل وبيجهزهم علشان يسافروا اليابان. وزورج الشرير بيطلع لمجموعة اللعب وبيحارب باز، بس بتقدر المجموعة ان هي تهزمه وبيوقعوه في الاسانسير. بيروحوا جري ورا وودي بس ما بيلحقوش العربية اللي كان فيها ورايحة على المطار. بيقرروا ساعتها ان هم يسرقوا عربية ويجروا وراهم علشان يلحقوه. بعد ما بيلطشوا شوية في الشوارع بيوصلوا للمطار وبينجحوا ان هم يدخلوا لمكان الشنط. كانوا قاعدين بيفتحوا الشنط كلها علشان يدوروا عليه لحد ما باز بيفتح الشنطة اللي هم فيها والعجوز بيضربه في وشه. وودي بيتخانق معاه وهو بيستخدم الفاس وبيعرف ان هو يقطع ايد وودي بس قطع صغير كده. وقبل ما يخلص عليه بتتجمع الالعاب وبيقدروا ان هم يهزموا اللعبة العجوز ده، وكمان بيرموه في شنطة طفلة مع عروسة باربي. كان المفروض بقى ان هم يرجعوا كلهم دلوقتي، بس جيسي ما بتكونش لسه خرجت من الشنطة وخلاص كانت هتتشحن على الطيارة وتسافر. وودي بيركب الحصان بتاعه وبيجري ورا الشنطة اللي فيها جيسي وبيطلع وراها الطيارة وبيقدر ان هو يطلعها من الشنطة، وبيخرجوا من باب صغير في الطيارة وبيبقوا واقفين على العجل بتاعها. باز يطير بيجي لهم بالحصان وبيقدر ان هو ينقذهم، وبترجع المجموعة كلها البيت اندي تاني، والراجل بيرجع تاني شغله فرخة في محل الالعاب بعد ما سافر اليابان. وكل ده طلع على الفاضي، واندي بيصلح ايد وودي اللي كانت اتقطعت وبيعيش معاهم جيسي والحصان وبينضموا لمجموعة لعب اندي وبيعيشوا كلهم في سعادة مع بعض في الاخر. شكرا ليكم. كم وصلت لنهاية فيلمنا يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا، وعيلة في كلمة ونص هتزيد بيك واحد. وما تنساش تفعل الجرس علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا أول بأول.